لو انت بقى كده ربنا كرمك ونويت تشتري تليفون تحت ال10,000 جنيه، يبقى اكيد في حد اقترح عليك تليفونين من التليفونات دول: سامسونج A15 وريلمي 12 اكس. التليفونات متوحشة جدا في الالعاب بالنسبة للفئة بتاعتها. انا بقى النهاردة جاي اشرح لك كل تليفون واقول لك ايه مميزاته وايه عيوبه، وهخليك انت اللي تختار انت حابب ايه فيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اسلام. انا حابب اشكر الناس كتير اللي دعمتني الفترة اللي فاتت ديت، وبحب برضو اشكر اللي اتفرج حتى على الفيديو. وانا في الفيديوهات اللي جاية ديت هعمل لك كام مقارنة تحت رينج ال10,000 جنيه. فما تنساش تشترك معايا في القناة عشان يوصلك كل جديد، عشان انت تتابع الفيديوهات ديت. وزي كل مرة ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتدعوا لاخواتنا بالفرج القريب، يا رب يفرج عنهم. ندخل بقى في التصميم في الاتنين، كل واحد فيهم جاي الشبيه الاكبر ليه. يعني سامسونج A15 جاي بالشبيه الاكبر اللي هو الاي 35 والاي 55 وفيما فوق، وريلمي 12 اكس برضو جاي بالخليفه اللي بتاعه الاكبر 12 و12 برو بلس والاكبر منه. بصراحة التصميم في الاتنين جميل وشيك، ولو انت حابب التصميم الهادي شوية هتروح لشركة سامسونج، عشان جاي الفريم جاي حاد وجاي بكيرف كراودي عند الزرار اللي تعلي وتوطي منه الصوت وزرار الباور، والفريم من البلاستيك والظهر من البلاستيك، ودي حاجة طبيعية في الفئة ديت. وبصراحة الجهاز هادي كراودي للي بيحب الحاجة السيمبل، ومفيش شهادة مقاومة الماء والغبار للأسف، وده طبيعي برضو في الفئة ديت. بس أنا قلت للأسف عشان في شركة ريلمي معاه مقاومة الماء والغبار IP54، والتصميم بتاعه جاي بالكاميرات جاية مع بعضيها في جزء دائري كده شكله شيك، واللي بيحب الحركات كده بصراحة التصميم ده مختلف عن باقي التليفونات شوية. والظهر من البلاستيك والفريم من البلاستيك، وشركة ريلمي قايلة ان الجهاز مقاوم للصدمات، ودي حاجة حلوة بصراحة في الفئة ديت. ودي نقطة بصراحة تفرق عن سامسونج، ان الجهاز جاي بمقاومة الماء والغبار وجاي مقاوم للصدمات، ودي بصراحة نقطة تحتسب لها. ننتقل بقى للشاشة. الشاشة في شركة سامسونج سوبر اموليد 90 هرتز 800 نت السطوع بتاعها، والمقاس 6 و5. وبالنسبة للشاشة فول اتش دي، وللأسف معلهاش أي طبقة حماية. بالنسبة بقى للشاشة في شركة ريلمي IPS LCD 120 هرتز والسطوع 625 نت والمقاس 667، والشركة معلنش عن أي طبقة حماية على الشاشة. الشاشة في شركة سامسونج هتكون أحسن عشان هي من الأموليد والسطوع بتاعها هتكون أعلى. عيب الشاشة هتكون 90 هرتز وده مقبول في الفئة ديت، وكفاية ان هي سوبر اموليد، فهنا الشاشة هتروح لسامسونج. ننتقل بقى لنظام التشغيل. نظام التشغيل اندرويد 14 على الاثنين، بس في سامسونج هيكون عليها 4 سنين تحديثات رئيسية و5 امان، ودي حاجة حلوة في الفئة ديت. ننتقل بقى للمعالج. المعالج في الاثنين زي بعض يعتبر، الاثنين من ميديا تك. شركة ريلمي ميديا تك دايمنستي 6100 بلس تصنيع 6 نانو، وفي شركة سامسونج هيكون ميديا تك هيليو جي 99 6 نانو بس. الاتنين متقاربين جدا في الالعاب، الاتنين المعالجات متساويين، فهنا الاداء بتاع الالعاب هيكون 40 فريم في لعبة بابجي، في الاداء اليومي كويس، وده يعتبر اعلى معالج في الفئة ديت. ننتقل بقى الرامات ومساحة التخزين. في شركة ريلمي هتكون 6 جيجا و8 وفي 12 كمان، وشركة سامسونج بقى هتكون 4 و6 و8 جيجا. وانا بنصح ان انت تشتري يا 6 يا 8، عشان ال4 جيجا على النظام بتاع سامسونج هيكون تقيل شوية، فياريت طبعا ال8. بالنسبة لمساحة التخزين الاتنين 128 و256، وفي مساحات نزلت لشركة ريلمي 512، ودي حاجة حلوة. الاتنين بيركبوا ليهم كروت ذاكرة خارجي، ودي حاجة حلوة.
ننتقل بقى لنقطة مهمة، الكاميرات. الكاميرات شركة سامسونج مشهورة بكاميراتها الجبارة. هتكون 50 ميجا بكسل الكاميرا الرئيسية، وهتكون 5 ميجا بكسل الترا وايد، ودي قليلة شوية بس طبعا كويس اصلا انها موجودة، و2 ميجا بكسل للمايكرو. والكاميرا بتاع السيلفي هتكون 13 ميجا بكسل. بالنسبة لشركة ريلمي هتكون 50 ميجا بكسل برضو، بس ما فيهاش الكاميرا بتاع الالترا وايد، وفيها الكاميرا بتاعت المايكرو 2 ميجا بكسل. والكاميرا بتاع السيلفي هتكون 8 ميجا بكسل، ودي قليلة بصراحة. بالنسبة لتصوير الفيديوهات الاتنين بيصوروا 1080 سواء كانت في الخلفية او في الامامية. بالنسبة بقى للسماعات هتكون للأسف مونو في الاتنين، مفيش فيهم الستيريو سبيكر. وبالنسبة لمدخل الهيدفون ال3.5 موجود في الاتنين، ودي حاجة حلوة بصراحة. بالنسبة بقى للبصمة، البصمة في شركة سامسونج على الجنب، والبصمة في شركة ريلمي على الجنب. أنا مش عارف شركة سامسونج ليه عاملاها في الجنب، ده أموليد المفروض تحطها في الشاشة، مش عارف. وبرضه حاجة غريبة في شركة سامسونج ما فيهاش الالوز اون ديسبلاي، ودي حاجة الواحد مستغربها الصراحة. المفروض دي سوبر اموليد، المفروض يبقى فيها الحاجات دي. ممكن سامسونج بتفضل الفئة الأعلى منها، تفضيلات سامسونج بقى، الله أعلم. ننتقل بقى للبطارية. البطارية في الاتنين 5000 ملي أمبير. شركة سامسونج الشاحن هيكون 25 واط، وللأسف مش موجود في العلبة. بالنسبة لشركة ريلمي هيكون 15 واط وموجود في العلبة، ودي برضو حاجة حلوة. بس بصراحة الشاحن قليل هنا شوية، المفروض على الأقل يعني 25، احنا مش عايزين أكتر من كده، مع إن شركة ريلمي في الشواحن بتفوق على سامسونج أصلا. أنا بقى كده خلصت كلامي. لو أنت وصلت لحد هنا بجد أنت بطل. سلام.